السلام عليكم ورحمة الله. حبا لك عزيزي المشاهد وافتخارا لك بهذا النجم، ضع لايك للفيديو. خلق النجم رياض محرز أكثر من فرصة في مباراة اليوم ضد فولهام. ركلة الجزاء جاءت من تمريرته وكذلك أسيست الهدف الثاني، ولكنه واجه بعض الصعوبات في إيجاد المساحات والوضعيات المناسبة لاختراق دفاع الخصم، وفضل البقاء بعيدا من أجل المشاركة في الاحتفاظ بالكرة. كنا نريد مشاهدة الأفضل، ولكن المدرب بيب غوارديولا يريد الفوز فقط. وبعد صافرة نهاية المباراة ظهر بيب غوارديولا يتكلم مع رياض محرز حول نقطة مهمة، وبعدها حاول غوارديولا معانقة رياض. رغم أن غوارديولا يهمل محرز في بعض الأحيان، إلا أن رياض ذو قلب أبيض ولا يهتم بتلك الأمور وينظر دائما للجانب المشرق. وكانت ردة فعل محرز أن قام هو الآخر بعناق مدربه بابتسامة عريضة. آراؤكم تهمنا في التعليقات. إلى لقاء آخر بإذن الله.